سلامي ليكم في كل مكان. احنا النهاردة هنتكلم على آه، حاجة اسمها كتاب الموتى. وأنا يعني اتعلمت في مصر، وطبعا في مصر ما فيش تعليم كتير على قدماء المصريين وحضارتهم. و اللي اتعلمته أنا على حضارة أجدادنا قدماء المصريين اتعلمته في أمريكا، وطبعا الكتب مكتوبة بالإنجليزي. وفي حاجة عايز أقولها، ده إن يعني نشكر ربنا إن في كانت ناس لغاية حتى دلوقتي بيهربوا آثار. فلولا تهريبهم الآثار ما كانش كتاب الموتى حضر، لأن دول اشتروه من مهربين آثار في جنوب مصر، وده سنة 1888. قبل ما نبتدي نتكلم على كتاب الموتى، آه، هو اكشولي طبعا مكتوب على المصريين، ده كتاب مصري للمصريين اللي هم قدماء المصريين اللي هم فراعنة، للشعب اللي موجود في مصر دلوقتي، اللي عاوز يقول ان احنا جايين من الفراعنة، يبقى ده يتعرفوا على دين أجدادهم. والجماعة اللي مش عاجبهم إنهم يبقوا جايين من الفراعنة وجايين من العرب، يبقى دول لو عاوزين يتعلموا حاجة جديدة أهلا وسهلا، مش عاوزين يتعلموا هم أحرار. لكن اللي أنا بترجمه ده للناس اللي عايزة تفهم عقيدة أو دين، أو إزاي الناس من 5000 4000 سنة كانوا عايشين. قبل ما نبتدي في الكتاب، أنا يعني هشكر كل اللي شتموني، واللي قالوا إن أنا جاهل، واللي قالوا إن أنا لازم أتعلم، واللي لا قالوا إن وراك كتب بس أنت ما تفهمش حاجة. عشان خاطر قلت حبايبنا في غزة، وقلت جيش ديفيد سوف يعود. ديفيد يعني داود، جيش داود كيف يعود. وناس شتمتني عشان اللغة العربية بتاعتي مكسرة شوية أو بنسى. أولا يقولوا اللي هم عايزينه، لكن الكلاب تنبح والماسرة تسير. بقى نيجي على موضوع النهاردة اللي هو كتاب الموتى. آه، من ربنا خلق حواء وآدم، في ناس اللي هم، ودي حقيقة واللي يشتمني عليه أهلا وسهلا، اللي هم اللي ربنا مشي معاهم ودنوا معاهم لغاية ما جه السيد المسيح، دول اليهود. وكتابهم تعترف بيه ما تعرفش بيه انت حر، لكن دي يعني مجموعة مشيت مع الله. المجموعة التانية اللي منها قدماء المصريين مشيوا مع، برضو بيدوروا على الله لكن بطريقة تانية. فإحنا النهاردة اللي هنعمله وهندرس كتاب الموتى، يدينا فكرة عن قدماء المصريين دول هم مين وبيعملوا إيه. دول آه، أجدادنا. وفي كلام هيتقال يعني أرجو إن أنا ما تشتمش فيه. لما الواحد بيدرس تاريخ ولا بيدرس ديانة، مش معناها إنه يعني متدين بيها أو حتى ما يعترف بيها من أساسه، لكن دراسة للمعلمة والمعرفة. أوكي، نبتدي بقى. كتاب الموتى. إيه هو كتاب الموتى؟ ده اسم نص جنائزي مصري قديم. لما المصريين القدماء كانوا بيموتوا وبيحطوهم في التابوت، كانوا بيحطوهم في معاهم كتاب اللي هو كتاب الموتى. ده يدلهم
على في رحلتهم الأبدية يعملوا إيه ويحصل إيه. الكتاب ده طبعا تطور وبعدين أصبح كتاب من شعائر دينية، قصدي شعائر بتاعت ناس بتموت، لكتاب ديني. فاحنا هناخد الخطوات كلها وهتاخد أكتر من حلقة. فنرجع مرجوعنا لكتاب الموتى، هو اسم نص جنائزي مصري قديم، كتب عادة على أوراق البردي، لأن مصر طبعا كانت بتعرف أوراق البردي، واستخدمها منذ بداية المملكة الحديثة سنة كام؟ 1550 قبل الميلاد. ده ابتدوا يستخدموا كتاب الموتى، وحتى حوالي 50 سنة قبل الميلاد. يبقى من 1550 قبل الميلاد لسنة 50 قبل الميلاد استخدموا كتاب الموتى، والكتاب هتطور وهنتكلم في تطوره ايه. الكتاب هو المصطلح الأقرب لوصف مجموعة النصوص المتفرقة التي تتكون من عدد من التعاويذ السحرية التي تهدف إلى مساعدة الميت في رحلته عبر دوات أو العالم السفلي. لأن المصريين لما كان بيموتوا بيروحوا بيسموه العالم السفلي بعد ما يدفنوا، ده في عالم تاني، وقبل ما يموتوا طبعا هيتحاسبوا، وحسابهم بصراحة ظريف خالص، بس أنا مش عايز أطلع على الموضوع ده دلوقتي. فالعالم السفلي وإلى الحياة الأخرى التي كتبها العديد من الكهنة على مدى حوالي 1000 عام. وفي عام 1824 أطلق عالم المصريات كارل ريتشارد ليسيوس على هذه النصوص الاسم الألماني تودخنوس، أو اللهجة الحديثة توتنيوخ، والذي ترجم إلى الإنجليزية باسم كتاب الموتى. الاسم المصري الأصلي للنص اللي هو كتاب الموتى، والذي نقل حرفيا وترجم للترجمة الإنجليزية. بالمناسبة بس دي حاجة بسيطة، في رشيد حجر اللي هو كان حجر رشيد، اللي هو كان مكتوب باللغة المصرية القديمة، وبعدين اترجم للغة الإنجليزية عن طريق قسيس علم العلماء اللغة القبطية، اللي هي كانت المفتاح لترجمة اللغة الفرعونية، لأن اللغة القبطية في الحقيقة اللغة الفرعونية مكتوبة بحروف يونانية. نرجع لكتاب الموتى. كتاب الموتى الذي وضع في نعش المتوفي أو حجرة دفنه جزءا من تقاليد النصوص الجنازية، يشتمل نصوص الأهرام ونصوص التوابيت الأقدم، والتي كانت ترسم على أشياء اللي هم لا تكتب على ورق برضه، على المعابد بيرسموها وعلى الحوائط. استقيت بعض التعاويذ المدرجة في الكتاب من هذه الأعمال القديمة، وسوف تاريخها يعود إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد، كما وضعت تعاويذ أخرى في وقت لاحق من تاريخ المصري، ويعود تاريخها إلى الفترة الانتقالية الثالثة من القرن الحادي عشر إلى القرن السابع قبل الميلاد. ده بيدلك على إيه؟ على إن كتاب الموتى تطور، وبعدين أصبح يعني زي إنجيل أو قرآن حسب كنت مسيحي ولا مسلم. وظل عددا من التعاويذ التي تكون الكتاب منقوشا بشكل منفصل
على جدران المقابر والتوابيت، كما كانت التعاويذ التي تنشأ معها دائما. فاحنا اللي بنشوف الرسومات اللي على التوابيت بتوع قدماء المصريين دي هي تعاويذ جاية من كتاب الموتى. أنا عارف القراءة العربي بتاعتي ما هيش 100%، بس للأسف يعني ما لقيتش حد عاوز يقرأ ده لأسباب أنا ما أعرفهاش إيه هي. لم يكن هناك كتاب موتى واحد أو رسمي يحتوي البرديات الباقية على مجموعة متنوعة من النصوص الدينية والسحرية، وتختلف بشكل كبير في رسومها التوضيحية. ويبدو أن بعض الناس قد كلفوا بنسخ نسخة خاصة بهم من كتاب الموتى، ربما باختيار التعاويذ التي رأوها أكثر أهمية في تقدمهم نحو الحياة الآخرة. كان كتاب الموتى مكتوبا في أغلب الأحيان بالخط الهيروغليفي أو الهيراتيقي على مخطوطة بردية، وكثيرا ما كان يزين برسوم توضيحية صغيرة تصور المتوفي ورحلته إلى حياة الآخرة. طبعا مما لا شك فيه أن قدماء المصريين كانوا متقدمين جدا في الكتابة، لأن البرديات اللي هي نبات البردي كان على ضفاف النيل، وخدوه عملوا البرديات اللي هي لغاية دلوقتي احنا بنشوفها وبيطبعوا عليها صور للحياة المصرية القديمة. دلوقتي في طبعا كتاب الأموات ده طبعا عشان أوراق بردي، وعشان في ناس كتيرة كانت بتهاجر في الآثار، فحاجات منها اختفت، حاجات باظت، حاجات اتحرقت. لكن في مثال جميل جدا. وبعدين يعني اللي بصراحة اهتم بده الجماعة الإنجليز، وعندهم متحف في إنجلترا يعني يضاهي المتحف المصري في المعلومات، مش في التماثيل، وطبعا مش في الناس الميتة اللي هي الموميات يعني. أروع مثال باقي على الحضارة المصرية القديمة هو بردية آني. كان آني كاتبا مصريا، طبعا زمان كان برضه في كتاب مصريين مش بيحفظوا. البردية دي اكتشفت في الأقصر عام 1888 من قبل المصريين التاجرون بالآثار غير المشروعة. حصل عليها آية وأليس بادح كما ورد في سيرته الذاتية بجانب النيل ودجلة عام 1888، ونقلت إلى المتحف البريطاني حيث لا تزال موجودة. يبقى لو المصريين ما تجروش بالآثار بتوع أجدادهم وباعوها، ما كانش إنجلترا هيشتروها، وما كانش بقت في المتحف البريطاني، وما كانتش اترجمت للغة الإنجليزية بفضل قسيس قبطي، وكان العالم هيبقى استيل جاهل بالحضارة المصرية العظيمة، وحتى ما يعرفش تفكيرهم ايه. تعالوا بعد كده نشوف بقى حصل ايه في كتاب الموتى. تطور كتاب الموتى. طبعا كتاب الموتى زي ما قلنا ابتدى بنص جنائزي عشان يحطوه في التراب او في التوابيت، وبعدين تطور. ايه التطور بقى؟ تطور كتاب الموتى من تقليد المخطوطات الجنائزية التي هقراها من الأول، معلش متأسف العربي بتاعي ما كويس، لكن أنا بحاول يعني خليكم معايا. تطور كتاب الموتى من تقليد المخطوطات الجنائزية التي يعود تاريخها إلى المملكة المصرية القديمة. كانت أولى النصوص الجنائزية هي نصوص الأهرام
التي استخدمت لأول مرة في هرم الملك أوناس من الأسرة الخامسة حوالي عام 2400 قبل الميلاد. كتبت هذه النصوص على جدران غرف الدفن داخل الأهرامات، وكانت مخصصة حصريا للفرعون. ومنذ الأسرة السادسة للمملكة كتبت نصوص الأهرام بأسلوب هيروغليفي غير مألوف، حيث تركت العديد من الهيروغليفية التي تمثل البشر أو الحيوانات ناقصة أو مشوهة على الأرجح. يعني اللي هم بيقولوا إن اللغة الهيروغليفية اللي كتبوها على المعابد على كتاب الموتى كانت تختلف عن اللغة الهيروغليفية المعروفة. وأنا هفرجكم على الكتاب الموتى مكتوب بالإنجليزي ومكتوب باللغة الهيروغليفية المرة الجاية. كان الغرض من نصوص الأهرام مساعدة الملك الميت على أخذ مكانه بين الآلهة، وخاصة لم تشمله مع أسرة الآلهة رع. طبعا الآلهة رع ده معروف، إله رع هنتكلم عنه بعدين. في هذه الفترة كان ينظر إلى الحياة الأخرى على أنها في السماء بدلا من العالم السفلي الموصوف في كتاب الموتى. يبقى اتطور، الناس كانت بتبقى في العالم السفلي وبعدين بقت في السماء. هي فكرة إن الشخص يبقى في السماء. لما أقول الكلمة اللي أنا عارف هتشتم بس هقولها، هي نفس فكرة المسيحية واليهودية والإسلام، مع اختلاف هم هيعملوا عليه إيه في السماء، ومش هنتكلم على الاختلافات دي دلوقتي. أوكي. الحياة الآخرة على أنها في السماء بدلا من العالم السفلي الموصوف في كتاب الموتى. مع اقتراب نهاية المملكة القديمة لم تعد نصوص الأهرام امتيازا ملكيا حصريا، وتبناها حكام المناطق وغيرهم من كبار المسؤولين. فكان كتاب الموتى كان بس للملوك، لكن دلوقتي أصبح لبقية الشعب. وفي عصر الدولة الوسطى ظهر نص جنائزي جديد، هو نص التوابيت. استخدمت هذه النصوص لغة أحدث وتعاويذ جديدة، وضمت رسوما توضيحية لأول مرة. كانت نصوص التوابيت تكتب عادة على الأسطح الداخلية للتوابيت، مع أنها توجد أحيانا على الجدران المقابل أو على البرديات. كانت نصوص التوابيت متاحة الأثرياء بس، مما زال بشكل كبير من عدد الأشخاص الذين يمكنهم توقع المشاركة في الحياة الآخرة، وهي عملية وصفت بأنها ديمقراطية الحياة الآخرة. الأول طبعا الحياة الآخرة اللي يطلعوا السماء ويقابلوا ربهم كانت بس للملوك، وبعدين بقت للأغنياء، وبعدين بقت لعامة الشعب. بالمناسبة أنا دلوقتي هقول حاجة وهنرجع تاني لكتاب الموتى. عشان تطلع السماء يبقى لما الشخص بيموت في ميزان، بيحطوا في الميزان ده حاجتين، ضفة يمين وواحدة شمال. بيحطوا الحاجات الوحشة اللي عملها في ناحية، والحاجات الكويسة اللي عملها في حياته في ناحية تانية. وبعدين لو الناحية اللي فيها الحاجات الكويسة نزلت يبقى ده راجل كويس هيطلع السماء وهيقعد عند ربنا. نرجع مرجوعنا برضو لكتاب الموتى. ظهر كتاب الموتى لأول مرة في طيبة مع بداية العصر الانتقالي الثاني حوالي 1700 قبل الميلاد. ظهر كتاب الموتى لأول مرة في طيبة.
أقدم ذكر معروف للتعاويذ المدرجة في كتاب الموتى هو في تموت الملكة منتوحتب من الأسرة السادسة عشرة، حيث أدركت التعاويذ الجديدة ضمن نصوص أقدم معروفة من نصوص الأهرام ونصوص التوابيت. تدعى بعض التعويذات التي تم تقديمها في هذا الوقت أنها ذات أصل أقدم. على سبيل المثال، تنص القاعدة الخاصة بتهيئة بي 3 بي على أنه تم اكتشافها من قبل الأمير هورديجيتوف في عهد الملك منقرع قبل مئات السنين من توثيقها في السجل الأثري. يبقى للي ما فهمش أنا بقول إيه بالعربي، كتاب الموتى أول ما ظهر، كتاب الحديث، ظهر في طيبة في العصر الانتقالي حوالي 1700 سنة قبل الميلاد. وكتاب الموتى ده ضم فيه نصوص جديدة وإزاءة نصوص الأهرام اللي قلنا عليها ونصوص التوابيت، واكتشفها الأمير هورديجيدوف في عصر الملك منقرع. ده اللي هو كتاب الموتى الجديد. بحلول الأسرة السابعة انتشر كتاب الموتى على نطاق واسع، ليس فقط بين أفراد العائلة المالكة بل بين رجال الحاشية وغيرهم من المسؤولين أيضا. في هذه المرحلة كانت التعاويذ تنقش عادة على أكفان الكتان التي تلف حول الموتى. طبعا احنا شفنا بيلفوا الكتان فبعدوا يكتبوا عليها التعاويذ دي. كانت التعاويذ تنقش عادة على أكفان التي تلف حول الموتى، مع أنها توجد أحيانا مكتوبة على توابيت أو على ورق البردة. يبقى يعني في الأسرة السابعة بيكتبوا كتاب الموتى على الكتان الملفوف فيه الجثة أو على حيطان التربة وعلى التابوت. شهدت المملكة الحديثة تطورا وانتشارا أوسع. يبقى دلوقتي من الأول كان بس للملوك، بعد كده بقى للشعب، بقى للناس الأغنياء، بقى للشعب. لما المملكة الحديثة ابتدى كتاب الموتى يتغير، غيرت تعاويذه الشهيرة اللي هو هنقرا كتاب الموتى بعد كده، اللي هو رقم 125 وزن القلب. بالمناسبة أنا قريت كتاب الموتى، هو أنا قريت طبعا النسخة اللي هي أصبحت تعتبر أنجيل أو قرآن للقدماء المصريين. ولما تقراها دي نسخة جميلة جدا يعني. بتتكلم على الأب والأب والأم وإزاي تعاملهم وربنا يعاملك إزاي، وعشان خاطر تعمل حاجات كويسة في دنيتك هتساعدك في الآخرة في ميزان الحياة اللي أنا قلت بيحطوا عليه ضفتين. يعني كتاب في منتهى الرقي ومنتهى الأخلاق ومنتهى المحبة للآخر والتعامل معه. فهنقراه سوا، ويعني أأمل إن اللغة العربية في القراية بتاعتي تتصلح عشان خاطر تستفادوا أكتر. بيقول لك إيه: شهدت المملكة الحديثة تطورا وانتشارا أوسع لكتاب الموتى. عرفت التعويذة الشهيرة رقم 125 اللي هو بقى كتاب الموتى لما بقى زي القرآن ولا الإنجيل،
التعويذة الشهيرة مكتوبة في اللي هي وزن القلب، اللي هو قلت بيوزنوا قلب الإنسان إزاي، لأول مرة في عهد حتشبسوت وتحتمس الثالث حوالي 1475 قبل الميلاد. يبقى في الحقيقة حتشبسوت وتحتمس كتاب الموتى ابتدى يعني ياخد الشكل الطبيعي اللي أنا هقراه لكم بعدين. ومنذ تلك الفترة فصاعدا كتب كتاب الموت عادة على لفافة من ورق البرد، وكان النص مزخرفا برسومات صغيرة. وخلال الأسرة السادسة عشرة تحديدا اتسمت الرسوم الصغيرة بالإسراف، وأحيانا على حساب النص المحيط. يعني قرروا يعملوا رسوم كتيرة خالص على الكتاب الموتى. تقريبا أنا هخلص الجزء ده النهاردة ونتكلم بعدين في بعيد. وفي العصر الثالث في مصر مش جمهورية مصر العربية، في مصر ايجيبت. وفي العهد الوسيط الثالث في مصر بدأ كتاب الموتى بالظهور بالخط الهيراتيقي، وكذلك بالهيروغليفية التقليدية. وأنا هوريكم إيه هي الهيروغليفية التقليدية المرة الجاية بإذن الله. كتاب المخطوطات الهيراتيقية نسخة أرخص تفتقر إلى الرسوم التوضيحية باستثناء رسم صغير واحد في البداية، وكانت تكتب على ورق برديات أصغر. وفي نفس الوقت العديد من المدافن نصوصا جنائزية إضافية مثل كتاب أمدوات. كتاب أمدوات ده برضو كتاب ديني مصري. يبقى في العصر الوسيط الثالث كتاب الموتى بقى كتاب عام لكل الناس، وطبعا شالوا منه الرسومات لأنها بتكلف كتير، وخلوا بس الكتابة يعني. لكن معناه الكتاب ما فقدش أي حاجة من معناه، بس الزخرفة اللي فيه والرسومات اتشالت. وأنا هوريكم الكتاب اللي هو العام ومكتوب باللغة الهيروغليفية، واللي يعرف طبعا هيروغليفية ممكن يقراه ويلاقي ان الترجمة للإنجليزية صح. أنا ما أعتقدش هترجم الكتب دي للعربية، لأن البلاد العربية ومصر تعتبر دلوقتي زي ما هم بيعتبروا نفسهم بلد عربية، فالتاريخ المصري القديم عظيم ما يهمهمش. باستثناء واحد قال لي إن أنا بفتخر بتاريخ التاريخ الفرعوني بتاعي، وطبعا هو ما يعرفوش لأن هو عايش في مصر. نشوف بقى حصل إيه بعد كده. خلال الأسرتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين، إحنا دلوقتي قربنا على نهاية العصر الفرعوني ودخولا في العصر القبطي اللي هو المصري اللي هو المسيحي. خلال الأسرتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين حدث كتاب الموتى ونقح ووحد. حدث كتاب الموتى ونقح ووحد، يعني بقى كتاب ستاندرد. ورتبت التواعيذ وترقيم باستمرار لأول مرة. تبقى لأول مرة حتى ترقيم للكتب اللي هو كتاب الموتى اللي هم في خلال الأسرتين الخمسة والعشرين. يبقى في الحقيقة لو بقى نشوف الترقيم، وأنا مش كنت عايز أتكلم في الموضوع ده لكن مش هتكلم فيه برضه، بس هقول كلمتين ما فيش غيرهم. الترقيم في كتب الدينية المسيحية والمسلمة واليهودية جاية منين؟ جاية من الترقيم في الكتاب اللي هو أصبح كتاب ديني، اللي هو كتاب الموتى اللي هو حدث ونقح ووحد. فنرجع مرجوعنا. فأصبحت دي نسخة موحدة
باسم تسبيحة ثابت المنقح، نسبة إلى الأسرة الثابتية 26. يبقى النسخة، يبقى الأسرة الثابتية هي اللي نقحت الكتاب وخلته بالطريقة اللي احنا هنفرجكم عليها بعدين. وبعدين حصل في العصر المتأخر، العصر البطليمي، استمر اعتماد الموتى على نسخة سايت المنقح، وإن كان قد تزايد اختصاره مع نهاية العصر البلطيمي. يبقى اختصروا شوية من الكتاب في العصر البلطيمي. أنا هفرجكم أو هنقرأ مع بعض ترجمة النسخة الأصلانية اللي هي من الأسرة السايتية، اللي هو أصبح كتاب بقى كتاب ديني معترف به في كل أنحاء مصر. والبطالمة لما جت حتشبسوت وجت بقية الملوك اللي هم احتلوا مصر استخدموا نفس الكتاب. فابتدى اختصاره في نهاية العصر البلطيمي. ظهرت نصوص جنائزية جديدة، منها كتاب التنفس وكتاب عبور الأبدية. كتاب آخر استخدمه لكتاب الموتى في القرن الأول قبل الميلاد، على الرغم من أن بعض الزخارف الفنية المستقاة منه كانت لا تزال قيد الاستخدام في العصر الروماني. يبقى الكتاب اللي هو كتاب الموتى تطور بعد كده وأصبح 3 كتب جنائزية جديدة، منها كتاب التنفس وكتاب عبور الأبدية. كان آخر استخدام لكتاب الموتى، وكتاب الموتى ده يستخدم لغاية القرن الأول قبل الميلاد، على الرغم من أن بعض الزخارف الفنية كانت موجودة من العصور القديمة. والكتاب ده برضو استخدم لآخر عصر الروماني. آخر عصر الروماني بداية العصر المسيحي. احنا دلوقتي اديتك فكرة جامدة جدا على الكتاب الموتى، واللي عاوز يسألني أسئلة أنا هحاول أجاوب عليها. لكن يعني وأنا يعني أنا عارف إن مسلمين كتيرة، لأن أنا شايف مسلمين كتيرة مشتركين في القناة أكتر حتى من المسيحيين. للمسلمين اللي هم بيعترفوا إن هم جايين من الفراعنة، أهلا وسهلا، حاجة جديدة تتعلموها على أجدادكم. والمسلمين اللي هم بيقولوا إحنا جايين من العرب، برضو أهلا وسهلا، تتعرفوا على الإخوة المسلمين اللي هم كان أصلهم فراعنة. وبالنسبة للمسيحيين ده جزء من تاريخهم كمصريين أولاد الفراعنة. بالمناسبة يعني أنا هقول الكلمة دي وأنا يعني قلبي محصور إن أقولها. كل الكلام اللي قريبي بيجي أغلبه يعني 70% منه يدل على جهل الشعب المصري بأي حقيقة، وتشبعه بحاجات بغير ما يفهمها، ودفاعه عن حاجة ما عندوش فكرة عنها. وأنا مش بتكلم على الدين، أنا بتكلم على كل حاجة. يعني مفيش ثقافة، بدليل إن واحد يقول لي أنت شاخر جاهل ولو إني وراك كتب كتير. ده أنا مش فاهم يقصد إيه. anyway، يعني اللي عايز أقوله بعد كده
سلامي ليكم في كل مكان، وأتمنى إن العالم كله يبقى بخير. وأتأسف مرة تانية للغة العربية اللي بقرا بيها مش كويسة، لكن أنا هحاول أقرا الحاجة 3 4 مرات ونكمل. الموضوع يهوب إن يعني أأمل إنه يعجبكم، وقولوا لي إن كنتوا عايزين أكمل ولا لأ. سلام ليكم في كل مكان.